السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد غياب طويل رجعت لكم فيديو جديد. وعواش راكم قبل ما نقول شي عواش راكم مبروكة رمضان مبارك باش ما تمنجو بصحة والتيسير. كيك رائع، كيك يومي. هذا بالكيك دوزو بنكهة الفريز. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. أول حاجة بطريقة التحضير، عندنا المكونات ديالنا هما الدقيق. عندنا 250 غرام ديال الدقيق، عندنا كأس شاي ديال سنيدة، أصلكم حبيبات، كأس شاي زيت المائدة كالعادة، دانون الفراولة أو الفريز بنكهة الفريز أو الفراولة، 4 البيضات بدرجة حرارة المطبخ، كلشي بدرجة حرارة المطبخ تقريبا. سكافاني وخميرة الحلويات من فئة 8 غرام، يعني 16 غرام في المجموع ديالهم. كيك رائع، تنتمنى انكم تستمتعوا بهذا الفيديو وتستافدوا ان شاء الله. اول حاجه غنديروا البيض، 4 البيضات. دائما اؤكد، كيف كنت نقول في الفيديوهات السابقه اللي كنت شحال هادي كنت حطيت انا تندير كلشي بحرارة المطبخ. علاش البيض الا درتي بدرجة حرارة المطبخ او الكيك صايبتيه بدرجة المطبخ تيصدق ليك احسن من الاخر اللي تتكون جابدو من الثلاجة وتخدم به. هذيك طريقة غلط، ما عمرك ما تخدم البيض هو في الثلاجة مباشرة، تخدم به على الاقل تبدا واحد نص ساعة وخليه برا. تنديرو البيض، تنزيدو سنيدة نخدمو المكونات. انا شحال كنت ندير ديك الطريقه ديال الفوي. من الاحسن هادي اللي عندك الباطور الكهربائي او هذا الخلاط الكهربائي راه مزيانه، ولكن هو من يتمونطا ما تخليش يتمونطا بزاف، ما يتمونطاش بحال شكل الجنواز. عنده واحد القدر انه يتمونطا شي شويه، يطلع هاي تخدم شي شويه صافي، حبس ودير المكونات الاخرى الناشفه. صافي غنخلي دابا هنا تخدم مزيان ونزيد باقي المكونات. غنزيدو هنا السكافاني بنكهة الفانيلا. طبعا حنا تنعرفو ان الفاني هو تيحيد لنا ديك النكهة، هداك زفوري البيض. هنا من طلعت مزيان تخدم سكا مع البيض. غنزيدو زيت المائدة، وتنتمنى انكم تشتركوا في القناة الباقي ما اشتركتوش، وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. هذا دانون بنكهة الفريز. وغنزيد غنخلي كلشي عفوا يتخلط جيدا. غنخلطو عاوتاني كلشي جيدا حتى يتخلط مزيان، ولا عندنا واحد الخليط بحال هكا هاد الشكل. من بعد غنزيدو الدقيق. الدقيق تقدروا ديروا ما بين 250 ما بين 235 غرام حتى 250. الا جاتكم لاباري ثقيله زيدوا الحليب بحال اللي كيبدا غندير انا هنا. الا حسيت انا لاباري جات شويه ثقيله بهاديك 250 غرام زيدوا على شويه الحليب، غترجع مزيانه، غترجع خفيفه ما غيجيش الكيك ديالكم ثقيل. صافي تنحاول نخلط هنا العناصر جيدا. وهنا في هذا الاثناء شعلت الفران وخليته يسخن. كيف ديما تنقول تنسخن ما بين 180 حتى 200 درجه، ولكن ملي تنبغي نطيب الكيك تنهبط الفران، تنهبط الحراره ل 150. يطيب ما بين ساعه الا ربع. كيف غنخليكم في صندوق الوصف المكونات، غنخليها لكم مضبوطه كلها في صندوق الوصف. صافي هنا تنحاول نخدم هاد كيك ساهل يومي، يعني تقدر تحضروا في اسرع وقت. صافي هنا من تخلط حسيت ان العناصر تخلطت مزيان.
انا غنزيدو الفريزر كيف قلت لكم، زدت الحليب باش خفافت لي لاباغ شي شويه، وغنزيد هنا الفريز، قطعة الفريز اللي كنت قطعتهم من قبل 200 غرام. غنخليكم مع الصندوق في صندوق الوصف. صافي ديال لاباري ديالنا. صافي هنا غنجيب هاد المول اللي القطر ديالو 5 على 10 سنتيمتر. صافي غنحاول نكب لاباري كاملة في هداك المول، وغندخلها الطيب. كيف قلت لكم انا الفران عندي به فلفله، الا ما كانش عندكم فلفله باش صافي شعلوه، ولكن من تبغوا طيبوها من التحت. من الاحسن الكيك تيبغي يطيب من التحت عاد الفوق، تطلع لي الطياب من التحت، عاد تنبغيو نحمرو من الفوق. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال الكاطو. نحاول نحيد داكشي اللي طاح لينا هنا في جناب، ماشي مشكل. هنا غنطيب كيف قلت لكم على داك 160 ساعة. هذا هو الشكل بعد ما طيبنا الكيك ديالنا. شي كتيجي مرتفع وعالي. هنا غنشوفو القوام ديالو كي تيجي من الداخل. هنا زوقت بشوية سكر كلاصي. كيك رائع، كيك هشيش، يستحق التجربة. هذا هو اللي شاركت معكم هذا النهار. أتمنى لكم أمسية سعيدة ورمضان مبارك، إن شاء الله فيديو قادم آخر إن شاء الله. مع السلامة.